دراسة بدلت الرؤية ديالي كاملة لتمارين الرجلين. هاد الدراسة من أفضل الدراسات، دارت على واحد التوأم وداروها في واحد الجامعة في لندن. داروا واحد المتابعة ديال واحد التوأم لمدة 10 سنوات، كان عندهم تقريبا نفس الADN، نفس البيئة ونفس كل شيء. الاختلاف الوحيد اللي كان هو واحد فيهم عنده رجلين قويين على الآخر. من وراء 10 سنين هذاك اللي عنده رجلين قويين لقاو عنده عقل حاد اكثر من الاخر، وداروا ليهم سكانيرات ولقاو هذاك اللي رجليه قويين عنده دماغ صحي اكثر من الاخر. وهذا الشيء كيعطي ذاكره افضل، معالجه اسرع للمعلومات، ومقاومه افضل للشيخوخه. اللي كان غريب في الدراسه هما انهم ما قاسوش شحال من مره تريناو ولا اش كانوا تياكلوا، لكن قاسوا فقط في البدايه شكون اللي عنده رجليه صح من الاخر. بكل بساطه ان رجلين اللي كيقدروا يولدوا طاقه اكبر. لكن على العموم من بعد 10 سنين لقاو باللي هذاك اللي عنده رجليه صحاح بقى هو اللي رجليه صحاح على الاخر، بغض النظر واش كان كيتريني ولا لا. بما انهم توأم، راه الفرق الوحيد اللي كان هو واحد رجليه صحاح على الاخر، وهذا الشيء عطى اختلافات في صحه الدماغ. وحاليا كاينين دراسات كثيره كتبين بلي تمارين الرجلين عندها فوائد كثيره بزاف مقارنه بتمارين الفوق ديال الجسم. عقل اقوى، قوام اقوى، وكذلك مزاج افضل، وزيد وزيد. رجلين قويين كيساويو حياه افضل بكل بساطه. لذلك الا باقي كتسكيبي رجلين راجع امورك، ولا باقي كتريني رجلين مره في السيمانه تا انت راجع امورك. فنتمنى نكون افدت. ها نمرتي ديال الكوتشين، وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معاك يونس.